مرحبا يا جماعة، هذا الفيديو هو أول فيديو من سلسلة فيديوهات طويلة كتير على اليوتيوب. وهي راح تكون يعني تقريبا 20 حلقة أو أكثر شوي. هي راح تكون اسم السلسلة قصصي مع البنات. يعني أنا بقولها بكل صراحة، لأنه أنا كنت قصصي مع البنات جدا غريبة يا جماعة. قصصي مع البنات بتغزي يا جماعة بصراحة، يعني بالعربي بالسوري يعني بتقرف. قصصي مع البنات ليش؟ لأنه كنت صغير وكان معي شلة كلهم يعني أغبياء مثل حكايتي بصراحة. كنا أغبياء، كنا يعني كثير اغبياء، وكان امورنا كثير صعبه، وما عرفنا نطبق بنت مثل عالم الخلق. اللي بنات كنا نحسن نثبطهم، يعني بنات مثل حكايتنا. يعني كنت انا يعني راسي مربع، بقيت رفقاتي يعني الشله كانوا معي وواحد راسه مستطيل. يعني يا جماعه كان امورنا جدا 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 صعبه. فليك ما بدي ابالغ في الموضوع، حطوا لايك واشتراك. وهي السلسله راح تكون قصصي مع البنات، وان شاء الله تكونوا فهمتوها يعني بدون تخبيص. حطوا لايك واشتراك وتابعوا هاي السلسله لانه سلسله كثير حلوه وكثير طويله. وبس حطوا لايك واشتراك، نبلش. ليتس جو يا جماعه. قصتنا بتبلش بال 2015 يا جماعه. هي قصتنا بتبلش يعني في عندكم اربع اشخاص. اول واحد هو انا، وانا كنت رئيس العصابه، او مو رئيس العصابه، يعني كنت يعني بمرتبه عاليه بالعصابه. وكلمتي يعني كانت الكل يعني صدقني، لانه شو ما قلت انا صاحب خبره. انا كنت يعني اكبر واحد فيهم، وكنت يعني كنت يعني شوي انه احسن شيء فيه، لانه كنت مظبط بنات قبل من زمان. يعني كان عندي شويه جرأه، شويه شغلات. فليك انا كنت رئيس العصابه او اقل شوي صغيره. وعندنا المرتبه الثانيه هو مصطفى هو كان يعني كمان كان عنده خبره شوي، مو كان كان عنده خبره شوي، هو كان يعني ما يخجل كثير. عرفت شلون؟ يعني هو يعني يسموه المرتبه الثاني. وعندنا حموده، لا حموده المرتبه الرابع. عندنا تيسلا هو عمر ويست، بس نحن سميناه تيسلا لانه الويست بتعني للتيسلا، لهيك سميناه تيسلا. خلص عمر ويست تيسلا. عرفت شلون؟ وعندنا حموده. هذا حموده كان جدا 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 خجول. يعني يمكن هذا ما يكون من العصابه بالاساس، هذا لازم يكون يشتغل. وين بده يشتغل يا جماعه؟ هذا لازم يكون عصابه. عصابة شو؟ عصابة لم كلاسين أو سرقة كلاسين. هذا هيك راح يكون. ليش؟ لأنه ما بيعرف يعمل شيء أبدا، خجول كئيب. إيمت ماجدة بتكون نايم، لهيك راح يكون عصابة. هو لازم ينضم لعصابة الكلاسين، يعني سرقة الكلاسين وهيك، لأنه أموره كثير صعبة. كان بس بروح بينشر الكلاسين على السطوح وبنزل. بينشر بمعنى لصح إنه يعني بعلق الكلاسين مشان ينشفوا على السطوح. عرفتوا شلون؟ إن شاء الله تكونوا فهمتوا. وبس هذول الأربع أعضاء هذول هن بس. قصتنا بتبلش يا جماعة مثل ما قلت لكم 2015. و2015 يا جماعة كان أمورنا كثير صعبة. يعني كان كل عمرنا يمكن أنا كنت 13 والبقية كانوا 12 13. يعني كنا أطبع تقريبا، بس أنا كنت أكبر شوي بيناتنا، يعني أكبر بسنة أو بشهر أو هيك شيء يعني. بس المهم أنا كنت الكبير وكانت كلمتي ماشي، لأنه كنت صاحب خبرة مثل ما بقولكم. كنت صاحب خبرة جدا جدا عالية. ويا جماعة قصتنا بتبلش إنه كنا يعني بدنا نطبق بنت. شو بدنا نطبق بنت؟ يعني يا جماعة أول شيء أنا كان راسي مربع. يعني أنا بحكيها بصراحة، كان راسي مربع. ثاني شيء كنت يعني شو بدي اقول، كنت بتشبه بالنساء. انا بحكيها بصراحه عني، يعني انا كنت بس لا زلت لا اتشبه بالنساء. انا رجل بكل ما تعنيه الكلمه، دير بالك. يعني كنت اتشبه بالنساء. كان اموري صعبه، كنت البس نظارات مثل نور مار. يعني يا جماعه كان اموري جدا صعبه. فهيك يا جماعه انا يعني كان زلمه بوضعي اموري كثير 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 صعبه. بس يعني ما علينا، انا كانت اموري صعبه. بس مو بس انا، يعني اي ولد بعمره 12 13 بتكون اموره صعبه. فخلينا ننتقل عن مصطفى كانت اموره اصعب مني بكثير. يا جماعه مصطفى كان وزنه تقريبا 120 كيلو يا جماعه. يعني تخيلوا ولد بعمر ال 12 سنه عمره 120 كيلو تقريبا، 120 كيلو ما عاد اتذكر. بس كان جدا كبير وسمين. يعني يا جماعه هو سمين وطويل لدرجه انه حنحسبه دبابه. كان عندنا تيسلا يا جماعه هو زلمه جدا 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 غريب، او مو زلمه سميه ولد، لانه كان عمره 13 سنه 12 سنه. يعني كان ولد جدا 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 غريب. يعني كان طوله لا يتجاوز ال 160. كان وزنه ما يتجاوز ال 20 كيلو، لانه كان جدا ضعيف يا جماعه. يعني كان راسه شو بدي لكم اياها، كان راسه مثل عمود الكهرباء. يعني يا جماعه راسه هيك صغير وجسته طويله. يعني حاولوا فهموا علي، والله ما بحكي عم بحكي جد. يعني استنوا خليكم هون، هي الصوره شايفينها، هي تبعت العمود. هو كان زيه تماما، بس يعني راسه كان اطول من العمود بشوي، هيك من هون رفيع وجسته كثير رفيعه. فيعني كان اموره يشبه العمود نظاميا. وعندنا الرابع هو حموده يعني كان يعني بني ادم شوي يعني ماشي حاله، راسه شوي هيك مدور مدعبل مثل الطابه. فيعني كانت اموره يعني تقول تمام. صح هو كان شعره ما يحلق من سنه لسنه مره، بس يعني اموره تمام يعني.
ونبلش يا جماعه. هلا انا سويت اجتماع ضروري كان يعني اجتماع خاص بالافراد العصابه بس. هو جماعة 4 أفراد العصابة، وجبنا معنا واحد ابن الجيران. هو استنوا أذكركم شو كان اسمه، ما بعرف شو كان اسمه، لكن رح نسميه سمير. جبنا سمير وحطيناه معنا. ليش؟ لأنه يا جماعة أنا بكل صراحة كنت أقول لكم إياها، إنه ما كنت أعرف أكتب. يعني كان يا جماعة إذا بدي أكتب مرحبا بدي ضل فيها 3 سنين. للأسف الشديد يا جماعة كان مصطفى ما يعرف يكتب كمان. يعني إذا بدي أكتب كلمة مرحبا بدي ضل فيها 3 سنين. ومين في عنا تيسلا كان يعرف يكتب شوي صغير. يعني بده يكتب مرحبا لازم ايدك 3 مرات انه مرحبا، يرجع يطلع عليه هيك يا جماعه هاي مرحبا، اجد ما يناقصها الف ما يناقصها شيء، يرجع والله ناقصه من هون فتحه، والله ناقصه من هون كسره. والله يا جماعه انا ما عم بعرف دقوا لي فيها شو رايكم، هي مرحبا ولا شو هاي؟ يعني هيك كان قصه عمر تيسلا. يعني لا احد يفهم غلط، يعني ما نحن ما جبنا غير واحد. وعندنا حموده عاد السادس 3 مرات بعدين بطل دراسه. هو 3 مرات عاد السادس بس رسب فيه 3 مرات وبطل يدرس. يعني تقول له اكتب مرحبا بطل يعرف يكتبها. بس يعني اموره كانت كثير صعبه. وبس يعني هذا كان جدا منطوي، حتى ما كان معنا بالقصه المجتمع هذا شو اسمه الاجتماع. فيا جماعه للاسف الشديد انه ما عرفنا نكتب كلمه مرحبا غير بطلوع الروح. بطلوع الروح مقبول بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول لو حتى تروح. هي الخطه كانت يا جماعه ان اجيب الناس هذول الافراد العصابه ونكتب رساله ونروح نحطها بقواطع الكهرباء. هلا يا جماعه والله شوف هون بصير بس ما علينا. يا جماعه هلا كلكم بتعرفوا بسوريا وفي علبه قواطع. يعني الكهرباء النظاميه ما في. ليش؟ لانه الكهرباء النظاميه من الاساس ما في. يعني كهرباء الدوله ما في، بتجي لك ساعه واحده باليوم. فكان في مولده وكان في قواطع. يعني كل واحد له قاطع. مثلا انا بدي 10 امبير، هذا بده ربع امبير، فكل واحد له قاطع تحت. فانا يا جماعه كنت حابب بنت، وهي البنت قاطعت تحت. يعني انا كنت كل ما اشوفها عم ترفع القاطع اقول اوه ماي جاد انها بنت فتاة رائعة بكل ما تعنيه الكلمة. يعني انا كنت يعني ما مضبط بحياتي غير بنت بنتين وكانوا كتير بشعين، فهي كانت كتير حلوة. فانا قلت هون اوه ماي جاد يا جماعة. يعني كان عيونها زرق، لا ما اتذكر، يمكن سود يمكن زرق، يعني شمع يدقق كتير. فيا جماعة كانت فتاة جدا 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 حلوة. وانا قررت انه اطبقها بكل اختصار. فجمعت هالافراد العصابه كلياتهم مشان يساعدوني بنكتب رساله لها ونخليها اياها بعلبه القواطع. عرفت شلون؟ يعني انا انزل القاطع وارقد، فهي تنزل تاخذ الورقه، ومن تاخذ الورقه تفاجئ تقول اوه ماي جاد انه حبيبي العزيز يوسف بصمجي. يا جماعه كتب لي رساله حب غراميه. بس يا جماعه انا هون يعني قلت اذا بدها تقراها بتقرا يوسف غلط ورساله حب غلط، بتقرا انه انا احبك بتكون نصها غلط. يعني او كنا نكتب بالمفرع. عرفت شلون؟ يعني كنا نكتب احبك، احط الحاء لحال والباء لحال، يعني افصلهم كلهم بس هي لازم تجمعهم. يعني المهم يعني ما علينا. جماعة الافراد العصابة مشان نكتب يعني رسالة حب صغيرة وجميلة للآنسة العزيزة على قلبي. وكان اسمها، لا اذا بدنا نقول اسمها يعني كان بصير صعبة، لانه بجوز انزل على سوريا بعد 50 سنة وتشوف تقول لي عم تحكي علي بفيديو يوتيوب، انت ما بتخاف الله عم تفضحني بفيديو لليوتيوب. الله لا يسامحك روح. الله لا يسامحك على جرحك ولا كسرك ليه يا الصبر جميل. بس يا جماعة ليك انا ما بدي اذكر اسمها. ليك بدنا نسميها شو بدنا نسميها لازم نسميها علبة ريد. فيا جماعة علبة ريد كانت امورها كثير صعبة. يعني يا جماعة هيك كانت حلوة شوي، يعني زي علبة الريد. يعني شوفوا يا جماعة هي يعني متناسقة طويلة وعليها رسومات، بس ان شاء الله ما اكون مخالف مع علبة الريد. فيا جماعة كانت كثير حلوة. فخلص يعني كانت امورها منيحة. فكتبت لها انا والافراد العصابة كلها ضلينا 3 ايام عم نكتب عزيزتي حبيبتي علبة الريد، انا احبك واتمنى ألا يكون هذا الحب من جهة واحدة. يعني من جهة واحدة يعني من طرف واحد. عرفت شلون؟ بس يعني أنا كنت عم بكتب بالفصحى وجايب شعراء وجايب كثير ناس. حداكم إنه ال4 جبناهم، إنه أنا ومصطفى وتيسلا وحمودة كنا جايب معي واحد. طبعا يعني بحبشنا كثير ناس وجبنا ناس أكبر مننا وأصغر مننا، بس المهم نكتب الرسالة تكون 100% صح. فكتبنا لها عزيزتي حبيبتي علبة الرد، أنا أحبك وأتمنى أن لا يكون حبي من جهة واحدة، أنت لي وأنا لك،
وهذا سوف يبين باخر الزمان. هلا اي اخر زمان انا ما بعرف، بس يا جماعه انا كان يعني مخي كثير صعب، يعني كان راسي مربع يا جماعه. شوفوا هاي الصوره ببين انه شد كان راسي مربع. فيا جماعه كانت امورنا كثير صعبه. فمن بعد ما كتبناها، هلا هون بصير اعلانات. انا ليش هون بصير اعلانات عندي ما بعرف يا جماعه. ظبطها وجهت لكم، بس وين كنا؟ انا نسيت. الله انا ضليت ساعه بدور على الجهاز، بس يا جماعه المهم لقيناه وظبطنا لكم اياها. فيا جماعه انا وين كنا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه كنا يا جماعه انه جبنا 50 واحد عشان بس نكتب هالرساله الجميله. كنا انه عم نحكي مع علبه الرد. يا علبه الرد يا جميله يا عزيزه، اتمنى ان تنزلي لي باشرا الساعه صبحا مساء. لا شلون صارت معي؟ يعني كنت بدي اكتب لها انا بالرساله انه اتمنى انه تنزلي لعندي الساعه 7 الصبح. فخربطنا وصار عطل فني. يعني بدل ما نكتب لي انا وال50 الواحد اللي معي انه تنزلي عندي الساعه 7 الصبح قبل المدرسه بنص ساعه، لانه هي كانت طالبه مدرسه. عرفتوا شلون؟ يا جماعه هي بعد ما كتبنا الورقه طويناها وحطيناها بعلبه لواطع. بس يا جماعه طبعا يعني انا يعني كتبت الورقه بطريقه احترافيه، بخبختها 50 بخت عطر، وحطيت لها شويه حمرة شويه شغلات شويه عملات. بتعرفوا يا جماعه انا يعني كنت احب علبه الرد كثيرا. يعني كنت كل يوم اتفرج عليها 50 مره، بس كنت انزل قاطع واقف من بعيد. هي كانت تنزل ترفع واقول يا عمي يسعد دينك. بس يا جماعه علبه الرد كانت يعني امورها صعبه. يعني يا جماعه تخيلوا انه انا يعني منزل قاطع على هي علبه الرد مليون مره. فيا جماعه بهالمليون مره يعني ولا مره نزل ابوه او اخوه أو اي حدا. بكل مره بنزل قاطع بتنزل هي. بس انا حطيت الورقه بعلبه لواطع، يعني فهموا علي اني حطيت الورقه اللي كتبتها فيها رساله حب لهي البنت بعلبه لواطع. فيا جماعه اول ما نزلت شافتها ما نزلت هي، وانا حطيتها وهربت. حطيتها بعلبه لواطع ونزلت القاطع ودقيتها ركضه انا والشباب كلها، حتى جبت 50 واحد هيك بدي جارد حمايه. فيا جماعه للاسف الشديد انا كان معي نوكيا صغير، فكتبت رامي عليه، او مو نوكيا، هيك كان هيك سامسونج، شو كان اسمه؟ ايه جراند برايم برو او بريم مدري شلون يعني. فكتبت اسمي عليه، اسمي رامي على الورقه، حطيت لها اياها. فيا جماعه هي اول ما نزلت، لا انا ما صار معي خطا فني، هي ما نزلت. هي شافت انه القاطع بنزل كثير فما نزلت. مين نزل بدالها يا جماعه؟ حزروا. بدي اشكر 3 ثواني تحزروا، ثانيه ثانيتين 3، مثل ما انتم معتقدين، يعني مثل ما انتم فكرتوا. ابوه يا جماعه نزل. للاسف الشديد يا جماعه اخذ الورقه. يا جماعه طب انا بس بدي افهم، يعني انا كنت ما بعرف اسم البنت، يعني انا كنت شو بدي اقول لكم، انا سمعان يعني البنت عم بستحلى رفيقتها. يا علبه الرد تعالي الي، يا علبه الرد تعالي الي. هلا هي ما اسمها علبه رد، بس انا يعني مسميها علبه رد بالفيديو مشان ما تشتكي علي. فيا جماعه نزل ابو علبه الرد بذاته ليرفع القاطع يا جماعه. لما رفع القاطع شاف الورقه قال احا، هي اي انسان مخلي هالورقه هون. قام اخذها وشاف الرسائل الحب الجميل. عزيزتي علبه الرد. لا تمام خليكم يعني مشان تشوفوا. عزيزتي علبه الرد، انا احبك واحبك واعشقك لحتى الموت يا جماعه. انا وعلبه الرد اننا لم نفترق سويا، اننا لم نفترق ابدا. فيا جماعه شافه وصدم. بس يعني يا جماعه كان رامي باخر الورقه، يعني باخر الورقه كان في رامي موجود. فيا جماعه هو قال لي الو نعم. انا طلعت هون قلت شو الو نعم؟ انا بعرف لما الواحد بدق بقول الو، لا ما بقول شيء، اللي برد بقول الو. يعني اذا قال لي انا برد بقول له الو. عرفتوا شلون؟ بس هو لا، هو انا رديت حطيت التليفون على اذني. لا هو ما حط التليفون على اذني. نحن الصراحه كنا عم نستنى انه البنت تدق لي، وكنت يعني حيث التليفون وباركيني احنا 50 واحد بس بدنا نسمع صوت البنت. فلما دق لي انا تحمست زياده، كان رقم غريب وانا ما حدا بدق لي، يعني ما حدا بيعرف رامي غير ابوي وامي بس، حتى ابوي وامي ما بيعرفوا رامي. فيا جماعه لما دق لي انا تحمست كثير وفتحت السبيكر، وهو قال لي الو نعم. انا طلعت شو الو نعم؟ انا بعرف بالعكس، بس انا حسبت انه واحد غلط في الرقم، وقلت له تفضل كيف فيني اساعدك؟ قام قال لي هل انت السيد يوسف بصمجي؟ قام انا طلعت هون قلت لا، هون جبنا ام العيد، يعني يوسف السيد يوسف بصمجي. انا قلت له هون يعني شو بدي لكم، انا فكرت انه عم تحكي معي الشركه،
هي شركة الاتصالات كل 10 سنين بدقوا مرة بتأكدوا انه الرقم شغال مو محروق، انه انت صاحب الرقم، يعني كل 10 سنين مرة. فيا جماعة توقعت انه يكون حدا من الشركة، يعني ما توقعت انه يكون ابوه للبنت، انه ابو علبة الرد بذاته، يعني ابو علبة الرد هي البنت القديمة. عرفت شلون؟ البنت اللي عم بحكي معها، يعني حطينا له ورقة باللواطع. فيا جماعة هو يعني كان عم بتغاب علي شوي، اما انا قلت له نعم انا هو السيد المحترم يوسف بصمجي. قام قال لي انت حيطت الرقم الورقه لحبيبتي لبنتي، وصار في معنا غلط، انا ما عاد اركز كثير لانه نعسان، بس يعني ما علينا. هو قال لي انت اللي حاصل الورقه بعلبه القواطع. انا قلت له اي علبه قواطع؟ انا هون يعني كنت متذكر علبه القواطع بس كنت عم بتغابى لانه ما بدي انكشف. قام قلت له لا. قال لي نعم انت، لا انت هو الشاب اللي شلون قال، يعني قال بطريقه مستفزه، الشاب الحقير الذي وضع ورقه لابنتي في القواطع، وضع لها ورقه حب وغرام وجمال وعاطفه، هل انت قدها؟ انا طلعت هون يعني بالي عم بقول لي انه انت قد علبه الرد، يعني علبه الرد وينها؟ يعني انا بالي عم بقول لي انه انت قد علبه الرد هي بنته يعني. انا فكرت شوي، هي كان بنته عمرها تقريبا 12 سنه وانا كنت 13. انا قلت له لا انا اكبر منها، انا بالي على على بنته. فطلع عم يحكي انه انا قد المشكله اللي سويتها، وانا قلت له ايه لا انا اكبر منها قلت له. فيا جماعه هون عصب وصار يعيط ويسبسب ما ادري ايش، وانا يعني كان بدي بس احكي مع البنت. وانا قلت له اسمع ترى اذا ما تعطيني احكي مع بنتك بدي اعمل بدي اسوي، وصرت اسبسب يا جماعه، بس يعني مسبات خفيفه شوي. فيا جماعه هون عصب، قال لي لا انت رجل، لا انت ولد، يعني هي كلمه غريبه، قال لي يا انت ولد غير مؤدب غير مهذب، ما بعرف يعني كلمه غريبه. فيا جماعه انا قلت له لا دير بالك اعطيني احكي مع بنتك بعدين بنكمل. فعصب كثير الزلمه، قلت له عمو مشان الله اعطيني احكي مع بنتك. فيا جماعه هون عصب كثير وصار يسبسب وسكر التليفون بوشي. هو من بعد ما صار يسبسب وسكر التليفون من وشي، دقيت له من رقم ثاني وسبيته ما عرفت دفتر العائله كله سبيته، يعني سبيته فيه وبس سكرت التليفون. وكان في هي يعني بسوريا في سيام هو بيجي سيمه يعني بتطالع بالتليفون بتدق، يعني مثل اي بلد، يعني نحن شلنا السيمه هي الخط شو بسموه انتم الشريحه المريحه كسرناها، وبعد ما كسرناها كبيناها ببلوعه من البلوحات اللي على السطوح وخلص، يعني لا كانه شيء صار. ويعني طبعا انا نسيت اقول لكم انه حطينا بالورقه انه بس يوسف وفي 1000 ولد اسمه يوسف، فما عرفني مين انا ولا اعرف شيء، ورامي كان شيء لا رامي اللي باسمي يعني هو ما كان باسمي لانه كان عمري 13 سنه، كان باسم رفيقي مدري من وين، يعني كانت مخلوطه بشكل عام مخلوطه كثير كبيره. فلا احسن جيبنا ولا احسن شيء وخلص. انا حكيت لكم قصه على السريع، يعني ما قلت لكم تفاصيلها كلياتها، يعني ممكن اعيدها بفيديو جديد احكي لكم تفاصيل اكثر اذا حبيتوا السلسله. طبعا هذا اول فيديو من سلسله قصصي مع البنات. ف يا جماعه اشتركوا بالقناه وتابعوا السلسله كثير حلوه. وبس يا جماعه ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتكتبوا لي اذا شفتكم السلسله ولا لا، وسلام. خلاص سلام، شو عم طلع بوشي يعني؟ اكيد اذا عملت لكم هيك يعني مره يصل فيديو لحاله، يعني لازم اروح اكبسه اكبس الزر مشان يطفى، يعني لحد يفهمني غلط، عرفت شلون؟ بس خلص راح اضبط لكم اياها بالمونتاج. سلام.